فقالت له عندي بنت وولد، البنت عندها 5 سنين والولد عنده 3 سنين. فعم شعبان استغرب وقال لها يعني انت وعيالك الاتنين وجوزك هتاكلوا رغيف واحد؟ فالست بكل انكسار وحزن قالت له للأسف أنا زوجي مسافر ومعرفش عنه أي حاجة من بعد ما سافر، على طول سافر من حوالي سنة، وأول 5 شهور كنت بعرف أخباره وبيبعتلي فلوس، بس بعد كده انقطعت أخباره وانقطع الفلوس ومعرفش عنه أي حاجة، وحتى أهله سافروا ومعرفش عنهم حاجة، وأنا يتيمة الأب والأم ومليش اخوات. فعم شعبان صعبت عليه قوي قصة الست دي، فقال لها طيب استني لحظة، ودخل جوه جاب لها 10 رغيفة وحطهم لها في شنطة، وكانت معاه حتة جبن قريش كانت فايضة منه من الفطار بتاعه، وراح ادهم لها. الست خدتهم وشكرته جدا، بس كانت مكسورة وزعلانة على نفسها. فعم شعبان جبر بخاطرها وقال لها ما تزعليش احنا اخوات، وطلب منها ان هي تعدي عليه كل يوم في نفس الوقت. وفضل كام يوم الوضع على حاله، عم شعبان ما بيبيعش عيش كتير، وكانت الست دي كل يوم تجيله وكان برضه بيديها عيش، لحد ما في يوم عم شعبان لقى حد بيسقف على ايده وبينده عليه، وكان بيقول يا راجل يا طيب إيه اللي هنا، يعني ما يعرفش اسم عم شعبان. فعم شعبان كان مخلص صلاة العصر وراح يشوف مين اللي بينده عليه ده كده راجل كبارة وشكله غني باين على هدومه وعلى لبسه وعلى طريقته في الكلام. فعم شعبان قال له خير أمرني، عايز حاجة؟ فالراجل قال له ممكن تديني رغيف، أنا عايزة أدوق العيش بتاعك. فعم شعبان استغرب قال له أنت عايز رغيف واحد؟ قال له اه أنا عايز آخد رغيف واحد. فعم شعبان راح جاب له رغيف واداهوله، فالراجل قعد يشم في رغيف العيش ولا كأنه شم عيش قبل كده ولا دق عيش قبل كده. فالراجل بعد ما دق رغيف العيش سكت شوية كده وقال له هو أنت اللي بتخبز العيش ده؟ قال له اه أنا اللي بخبز العيش ده. قال له يعني أنت صاحب الفرن؟ قال له أيوه أنا صاحب الفرن. فالراجل عرف اسم عم شعبان وقال له عارف يا عم شعبان، ريحة العيش بتاعتك دي رجعتني لأيام ستي، لأيام زمان قوي، وقال له إن بقالي سنين طويلة وزمن كتير قوي بروح بلاد كتيرة بس عمري ما شميت ولا دقت زي العيش بتاعك ده يا عم شعبان. والراجل كمان قال لعم شعبان أنا ما كنتش ماشي من الحارة بتاعتك، أنا كنت ماشي من حارة تانية خالص، بس لما شميت ريحة العيش بتاعتك فضلت ماشي ورا ريحة العيش لغاية ما وصلتني لهنا. فعم شعبان ضحك وقال له ياه ريحة العيش بتاعتي هي اللي جابتك؟ معقولة ريحة العيش بتاعتي حلوة قوي كده؟ فالراجل قال له انت كنز يا عم شعبان، انت مش حاسس بقيمتك. فعم شعبان قال له يا عم ربنا يكرمك، وراح مديله رغيف تاني، والراجل جه يطلع فلوس علشان يديها لعم شعبان. عم شعبان مرضيش وقال له لا عيب عليك ده واجب علينا. فالراجل بعد كده خد بعضه ومشي، وبعد حوالي